الحمد لله قدرنا نسترد قمة المجموعة، وأنا متفائل النهارده إن المريخ بادئ بداية صحيحة إن شاء الله للدوري الممتاز في ظل قيادة كابتن ياسين كمدير فني وكابتن أحمد جوهر كرئيس نادي. بعد الفوز النهارده ما عادش هيبقى علينا ضغط عصبي إن إحنا في حاجة إلى فوز. الفوز خدناه وإن شاء الله متفائلين بمباراة الشهداء، ولعبتنا خبرتها أكتر، أغلبيتها من الدوري الممتاز. فرقتنا في استقرار مالي واداري وفني، واعتقد اي فرقه فيها استقرار المالي والاداري والفني هي مقدمه الدوري ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله. الماتشات كلها بقت صعبه، مفيش فرقه كبيره وفرقه صغيره. احنا الماتش اللي فات خسرنا من بورفؤاد، كهرباء الطلخه كانت خسرانه في ملعبها، النهارده هددتني وكانت ممكن تتعادل معايا وممكن تساعدني، بس الحمد لله شدينا اللعيبه، واهم حاجه 3 بونت في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. من الاسبوع من بعد ماتش بورفؤاد واحنا على اعصابنا، شدينا الناس. الموقف بقى محرج بالنسبه لنادي المريخ، متصدر المجموعه كان من اول اسبوع بدانا نتكهكر شويه في النتائج، بس الحمد لله لما اللعيبه عندها خبرات، الحمد لله الجهاز واثق في لعيبته ومجلس الاداره واثق في الجهاز بتاعه، فالحمد لله والشكر لله. احمد ربنا وان شاء الله باذن الله نكمل على خير باذن الله. كان صعب جدا النهارده، كان في توفيق من عند ربنا، توفيق كبير ليا ولزمايلي. تعاهدنا مع بعض ان احنا نقف على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا. الحمد لله طبعا بشكر ربنا على الاداء بتاع النهارده، وبحيي كل زمايلي والاداره والجهاز الفني والجهاز الطبي، بحيي كل الناس بجد اللي وقفت جنبنا النهارده. الحمد لله ربنا يكرمنا، الحمد لله اول مجموعه دلوقتي، ربنا يكرمنا ان شاء الله يعني وننافس، نصعد بترقي ان شاء الله باذن الله مركز اول، وان شاء الله نصعد ممتاز باذن الله. مكسب الحمد لله رب العالمين. طبعا مكسب بعد الخساره اللي فاتت ماتش مع ابو فؤاد، بيسطر الجدول معانا ابو سهير، هو خسر النهارده. الحمد لله هنلعب لنفسنا عشان خاطر نبقى اول، لان احنا ده يليق بنادي المريخ. ان كنت انا جبت جول والفرقه كسبت فده مجهود زمايلي، مش ما بتعبش لوحدي، لكن ربنا بيوفق. لو توفيق النهارده جه معايا يبقى اكيد انا تعبت او زمايلي تعبوا، فربنا اداني عشان خاطرهم يعني. فاتت احنا كنا قصرنا شويه كلعيبه، ما كناش بننفذ التعليمات اللي الكابتن قالها لنا الماتش اللي فات، فعشان كده احنا خسرنا يعني. بس الحمد لله يعني بعد الماتش احنا فوقنا من الهزيمه اللي احنا خدناها ديت، والحمد لله اجتهدنا الفتره اللي فاتت الاسبوع اللي هو بعد ماتش بورفؤاد، والحمد لله عشان كده ربنا ادانا النهارده الحمد لله. هنركز ال3 تمارين اللي هي قبل ماتش الشهداء، وان شاء الله ربنا هيدينا ان شاء الله، وهنجتهد زي الماتش بتاع النهارده ان شاء الله. فعلا بعد ماتش بورفؤاد الماتش اللي فات دوت كنا لازم ناخد 3 بونت عشان نقدر نكمل كمان 5 ماتشات اللي جايين دول. كان بعد ماتش بورفؤاد كنا لازم يبقى عندنا حافز 3 بونت. ما كانش النهارده الاداء ما كانش كويس، بس اللعبه النهارده كانت رجاله. عندنا 5 ماتشات جايين دول باذن الله، نوع جمهور بورسعيد باذن الله ناخد ماتش بماتشه، وان شاء الله في الدوري الممتاز باذن الله.